اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. النهاردة هنعمل مع بعض الليمون المعصفر السريع المسلوق اللي هيتعمل وهناكله بعد 5 أيام بطريقة سهلة وبسيطة، بس طبعا لايكات من ايديكم الحلوة كده عشان نكبر بيكم ومعاكم أحلى أخوات في الدنيا. بحبكم في الله. طبعا بما ان الليمون كده معانا اليومين دول سعره رخيص جدا، فمش هنعدي الفرصة ديت من غير ما نعمل احلى ليمون معصفر في البيت. طبعا الليمون دلوقتي سعره متهاوت جدا. السعر الليمون دلوقتي كيلو ونص ب10 وب10 جنيه، يعني الحمد لله نحمد الله ان في حاجة رخيصة يعني. فطبعا هنجيبه على طول ولازم نعمله ونبقى ضامنين نظافته وبناكله كده واحنا عارفين احنا عاملينه ازاي. الحاجة الوحيدة اللي في الليمون دلوقتي موجودة في السوق ان هو مش بيديك الاصفر كله، لازم يكون اصفر مع اخضر. طب هقف مش هعمل ليمون بقى عشان هو اصفر واخضر؟ لا، هنعمله والاتنين هيأدوا نفس الغرض والنتيجة. بس اهم حاجة امشي بالخطوات معايا مظبوط وهيطلع معاكي احلى ليمون. طبعا دول كانوا 3 كيلو من الليمون، فانا طبعا قسمتهم، يعني خدت بالظبط كده 2 كيلو، والكيلو خليته للبيت لاحتياجات البيت. طبعا كلنا ما بنستغناش عن الليمون. الليمون بالنعناع بقى يا جماعه كده احلى عصير ليمون بالنعناع، حاجه فريش كده في الايام الحر اللي احنا فيها دي. جبت بقى طبعا الليمون ومسكته غسلته كده في الاول، اهم حاجه النظافه النظافه ثم النظافه. غسلت الليمون وحطيته في مصفى لما صفيته خالص، وسبته كده لما اتصفى، وبدات ان انا اقطع الليمون بالظبط كده 4 قطع. تمسكي الليمونه وتفتحيها كده 4 قطع. بعد ما قطعت كل كميه الليمون زي ما انتم شايفين معايا، الاخضر والاصفر ما تقلقيش خالص، كله هيبقى زي الفل وهيستوي معاكي على طول. بس تعالي كده جمدي قلبك ويلا نشوف هنعمل ايه. جبت بالظبط كده يعني غطيت الليمون كده بالميه. والموضوع ده في حد ممكن يعترض معايا عليه، لان ممكن يقول لك لا احنا بنحط الميه الاول وبعد كده نحط الليمون يتسلق. مفيش مشكله، سواء عملتي كده او عملتي كده الاتنين بيأدوا معاكي نفس الغرض. ده بقى اللي اتعلمته من امي وتربيت عليه، ربنا يبارك لها في عمرها، ان هي كانت بتحط الميه عليه وتحطه على النار، فالاتنين هيأدوا نفس الغرض، مفيش اي مشكله. حطيته بقى زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. وبالظبط الليمون لو عايزه تاكليه بعد 5 ايام او 10 ايام، سيبيه بالظبط سيبيه بالظبط 10 دقايق على النار. لو عايزه تاكليه بعد شهر، حطيه بالظبط 5 دقايق على النار وطلعيه على طول. مدة التسوية بتاعتك انت، كل ما تكوني عايزة تاكليه بدري سويه اكتر. كل ما تكوني عايزة تطولي عليه شوية ومش عايزة تاكليه بدري، هتسيبيه شهر، هتسيبيه 2. قللي مدة التسوية بتاعته 5 دقايق وارفعيه من على النار. طبعا انا كنت عايزة اكله على طول، فحطيته بالظبط كده 10 دقايق على النار، وبدأت ان انا اطلع الليمون زي ما انتم شايفين كده من المية السخنة في مصفى عشان يصفي المية اللي عليه، واسيبه لما يبرد تماما. اهم حاجة ان الليمون يبرد تماما. سيبيه وما تحطيش عليه ميه ساقعه وما تحطيش عليه اي حاجه، سيبيه لما يبرد. تعالوا بقى معايا كده بسرعه 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 نعمل الحشوه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الليمون بتاعنا، واللي ريحتها هتجيب اخر الدنيا. الجزر يا جماعه، انا دورت بصراحه ما لقيتش جزر فريش، فجبت جزر فريزن كان عندي في الفريزر، فطلعته زي ما انتم شايفين. وبدات الجزر بقى كتري فيه وبلاش تستخسري. الجزر بيدي طعم حلو حلو كتير 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 لليمون المعصفر. وطبعا معايا عصفر زي ما انتم شايفين. العصفر ده هاتي بس من عند كده السوبر ماركت ب5 جنيه. عصفر وب5 جنيه حبة البركة، هما الاتنين هيقضوا الغرض. الاتنين بالظبط ب5 جنيه، هيجي 4 معالق من ده و4 معالق من ده. وعندي كده نص كوباية زيت للكمية اللي انا عاملاها لل2 كيلو، يبقى الربع كيلو هتحطي له ربع كوباية زيت بس. وطبعا معايا معلقتين من الملح كده علشان دول 2 كيلو، لو كيلو واحد برضو هتحطي معلقة واحدة بس. كده التتبيله بتاعتي كانت زي الفل، ريحتها بدات تطلع من قبل حتى ما اقلبها. معايا بقى طبعا ديت هريسه شطه. هريسه الشطه ديت لو انت حاسه نفسك عندك اطفال ومش بياكلوا السبايسي، احنا بنحب السبايسي. لو عندك اطفال مش بياكلوا السبايسي وهياكلوا من الليمون ده، يبقى انت هتحط لهم الفلفل الحلو. هاتي الفلفل الحلو واضربيه في الكبه بتاعه الخلاط، وابداي بعد كده نزليه عادي، هيدي طعم جميل جدا وهيدي ريحه حلوه، بس مش هيبقى سبايسي، فحسب راحتك انت. بدأت أقلب كده، مش قادرة أقول لكم ريحة التتبيلة ديت أو ريحة الحشوة دي كانت جميلة قد إيه. أساسي بقى معانا هنا في الوصفة، واوعي تقولي لي لا حادق على حلو إزاي، معلقة السكر. كلنا متفقين إن السكر مادة حافظة لأي مخللات بنعملها أو أي حاجة بنخزنها لمدة سنة، دايما بنحط السكر عشان هو مادة حافظة. جبت بقى الليمون معايا، وبعد ما برد الليمون تماما وتأكدت ان الليمون بتاعي برد، بدأت بقى كده ان انا احشي الليمون. طبعا عايزه تكتري عايزه تقللي، دي حاجه طبعا يعني راحتك انتي، بس انا دايما ماشيه على ايه، كتري وبلاش تستخسري.
احنا اللي هناكله وولادنا اللي هياكلوه. هتتفرجي دلوقتي ب20 جنيه عملتي كمية قد ايه من الليمون المعصفر. لو رحتي عند اي حد من بتاع المخلل وجيتي تشتري ليمون او اي سوبر ماركت هيديكي 5 ليمونات ب10 جنيه، مش هيعملوا لك حاجة، هتتكسفي تحطهم في الطبق. بدأت بقى كده، الله المستعان، بدأت بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين يا حبايبي بدأت اعملها. اهم حاجة اهم حاجة في مطبخك رضاكي عن الحاجة اللي بتعمليها، تسمي الله وتصلي على الرسول وانت بتعملي حاجتك، تكوني مقتنعة ان الحاجة هتطلع من تحت ايديكي حلوة. النظافة كده هتاكلي الحاجة وانت بجد بجد مطمنة لها وحاجتك عاملاها في بيتك، ضامنة نظافتها حطاها وبتاكليها بنفس. كانت الكمية هنا معانا خلاص خلصت، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي الفل معايا قمر. هبدأ بقى دلوقتي معايا البرطمانات بتاعتي بقى. طبعا البرطمانات مية سخنة، تتصفى كويس تتنشف كويس قبل ما تحطي فيها، ده التعقيم بتاع البرطمان، لازم يتنشف كويس. جبت بقى لتر معايا من الميه، وهبدا اول حاجه احطها عليه معلقتين الهريسه اللي كانوا فاضلين معايا، هنزلهم هم اللي عطوا اللون الاحمر الجميل ده. وهنزل بقى كده معايا دي كده معلقه من الحشوه اللي فاضت مني، نزلتها برضو في قلب لتر الميه. وهقول لكم بقى على الملح. بالنسبه للملح انا هحط بالظبط الكيلو بياخد 4 معالق ملح، الكيلو بياخد 4 معالق ملح. اما بالنسبه ل2 كيلو هياخدوا 8 معالق ملح. طب انتي حاطه معلقتين مع الحشو، يقللي المعلقتين دول، يعني بدل ما احط 8 احط 6 عشان حاطه معلقتين مع الحشو. كده الملح بتاعي بقى مظبوط وزي الفل. في ناس بتحب تعمله بالبيضه فبراحتك برضو، بس هو ده المقدار المظبوط اللي احنا ماشيين عليه. هنا كانت خلاص طبعا الملح، هو بيفضل الملح الخشن بس انا للاسف الشديد دورت على الملح الخشن هنا ما لقيتهوش، فتعاملت بالملح العادي اللي هو بتاع البيت العادي. جبت كده البرطمان بتاعي وبدات ان انا احط معلقتين من الحشو اللي انا كنت سايباه في قاع البرطمان من تحت، وهبدا بقى ان انا ارص زي ما انتم شايفين الليمون. هنا بنتي بقى ربنا يبارك لي فيها ويحميها ويحرسها يا رب، قالت لي يا ماما اساعدك، هاتي بقى اعمل معاكي، فحطيت لها في البرطمان التاني وبدات هي تعمل، بس زهقت في الاخر وعطتهوني يعني. اهم حاجه في الليمون وانت بتحطيه، حطي الليمون فوق، يعني خلي الفتحه بتاعه الليمون فوق، هتخلي فتحه الليمون فوق وتبداي بقى زي ما انت شايفه كده تكملي برطمانك للاخر. هنا بقى كان خلاص زي الفل، بدات اقلب بقى كده عشان اضمن ان الملح داب كله وكل الامور بتاعته تمام. وهبدا انزل بالميه بتاعتي تدريجيا، وهز البرطمان افتحه بمعلقه علشان تبدا تنزل الميه في كل كميه الليمون، ما يبقاش فيه جنب فيه وجنب ما فيهوش. امشي بالطريقه دي وصدقيني صدقيني هتمشي، هتاكلي احلى ليمون معصفر، سهل وبسيط وجميل جدا. خلاص البرطمانات بتاعتي جهزت، الدنيا بتاعتي بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. انا بفتح اماكن كده علشان الميه تنزل والبرطمان يتملي كله من الميه. هتسيبي بالظبط كده لمدة 10 أيام وتبدأي تفتحي على البرطمان بتاعك، بس بعد 10 أيام تبدأي تفتحي على البرطمان بتاعك. لو انتي هتسيبيه شهر، لو انا هاكل منه بعديها كده بحوالي 5 أيام او عايزاه بسرعة مسوياه قوي، اديله يومين وافتحي عليه، ابدأي شوفي الملح بتاعه، لو عايز ملح زوديه. لو مثلا حسيت ان هو استوى معاكي وخلاص السوا بتاعه بقى تمام، انقليه بسرعة على التلاجة علشان البيوت اليومين دول حر والجو حر، فعلشان ما يعملش وش منك ابيض. طبعا كنت خلاص زي الفل خلصت، حطيت على وش كل برطمان شويه من الزيت، معلقتين كده من الزيت حفاظا عليه لان الزيت بيحافظ عليه من المواد الحافظه برده. وبدات النظافه زي ما قلت لكم، خلاص مسحت البرطمانات بتاعتي ونظفتها. وهبدا اجيب بقى يا ستريتش راب يا اكياس بلاستيك من اللي هي بتاعه اللبن العاديه، واقفل الغطا بتاع البرطمان احكمه تماما. اسيبه بقى كده بشكله ده؟ لا طبعا يا جماعه، ده العين بتاكل قبل الفم، لازم انضف الدنيا بتاعتي واحوش بقى الزوايد اللي في البرطمان دي كلها عشان لما احط البرطمان كده يبقى شكله حلو. طبعا انا كنت عامله زي ما قلت لكم قبل كده حوالي كان كيلو او 2 كيلو برضو كنا بناكل فيهم، فحبيت اوريه لكم هو طالع كان طالع عامل ازاي. ما شاء الله عليه مستوي سوا كهرمان زي ما انتم شايفين، وطالع بسم الله ما شاء الله، بناكل منه حاجه كده ولا اروع ولا احسن. كميه بسيطه يعني عملنا تكلفه بسيطه بكميه كبيره عملناها، بناكل منها حاجه جميله معموله في البيت ضامنه نظافتها. شايفين الشكل يشهي، ما بالكم بالطعم بقى، الطعم كان ولا اروع ولا احسن من كده. يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي، يسلموا الايادي يا ست ام احمد. وصفه سهله وسريعه، حاسه ان انا اتكلمت معاكم كتير بس بتمنى ان انا اكون فدتكم وقلت لكم على كل حاجه في المخلل بتاعنا النهارده. بتمنى الطريقه تعجبكم، ولايكات كتير من ايديكم الحلوه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا.